أنصح لأبنائنا في مثل هذه الحفلات، وأنا أختتم الحفل دائما أقدم هذه الوصية الذهبية، فأقول للزوج المبارك وأقول أيضا للدكتور أيمن الآن الذي نحبه جميعا ولعلكم جميعا تعتزون به وتحبونه، أقول ارضى بها. الثانية اللي بعدها وغض الطرف عن غيرها. يعني غض الطرف يا مولانا يعني لا تنظر إلى غيرها، ما تلزمنيش ولا تشغلني خالص بالمرة، ارضى بها وغض الطرف عن غيرها. شوف جواب الأمر بقى، تعيش ما ينفعش تعيش تعيش مكسور، تعيش شهر عسل لا ينقضي أبدا مهما تقدم بك العمر، والله مهما تقدم العمر هتكون دائما في سعادة مع أهل بيتك وتوفيق. لأن المرأة إذا تأكدت أنك راض به وأنك لست مشغولا بغيرها لن تبخل عليك بما أعطاها الله وما استودعه الله عندها من الخير.